عندي حباية في منطقة حساسة، ولما رحت لدكتور الجلدية عشان يشيلها لي، المصيبة والكارثة اللي حصلت معايا هناك عند دكتور الجلدية. بصراحة الراجل ده كان كل حاجة عنده كبيرة وضخمة كده. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ما تيجوا اما احكي لكم حكايتي، وان عجبتكم ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وتقول: انا جيهان، عندي 35 سنة، متجوزة وعندي 3 عيال. جوزي ده إنسان محترم جدا وبيحبني وأنا بحبه. أنا متجوزة بقالي 15 سنة. عشت ال15 سنة دول مع جوزي حب وسعادة، وكل حاجة حلوة عشتها مع جوزي ده. ما كانش ناقصني أي حاجة، مهنيني ومدلعني، كل حاجة حلوة عشتها معاه. لحد ما في يوم طلع عندي مشكلة في منطقة حساسة كده، طلع لي حباية كل مدى بتزيد معايا، وبتزيد كمان في فصل الصيف. طلبت من جوزي اللي انا اروح اشيلها، اروح عند دكتور جلدية ويشيلها لي. جوزي بصراحة مرضاش، قال لي ما ينفعش ان انت تكشفي على دكتور، شوفي دكتورة وتصرفي، انما ما بتروحش لدكتور. فبصراحة ما لقيتش دكتورة مناسبة جلدية، فسألت ودورت، لقيت دكتور فرحت له. صاحبتي نصحتني ان انا اروح له، مع ان جوزي كان ممانع ان انا اروح لدكتور راجل يعني، عشان ما اتكشفش عليه وكده. ولان جوزي دايما هو محافظ وما بيحبش حد يشوفني او حد يبص لي بصه مش كويسه، ومحافظ بصراحه يعني، من الاخر يعني. فكانت المشكله دي اللي هي الحبايه دي كانت بتضايقني دايما في العلاقه مع جوزي. كنت دايما واحنا مع بعض يعني في العلاقه كانت بتضايقني قوي، فما كناش بنكمل العلاقه مع بعض. فعشان كده ما كنتش بستريح قوي واتبسط في العلاقة مع جوزي. كانت أول ما اتجوزت كانت صغيرة، ومع الوقت كبرت، وكانت بتضايقني في العلاقة مع جوزي. أنا كنت حاسة بها وجوزي حاسس بها. فلما جوزي موافقش، رحت من نفسي للدكتور ده، شرحت للدكتور الوضع، فاداني ميعاد. صاحبتي قالت لي مش هقدر اجي معاك لان بنتي تعبانة وراح اكشف عليها، روحي لوحدك. فانا بصراحة رحت من ورا جوزي ما يعرفش. عشان كده رحت للدكتور وخدت منه ميعاد ورحت. لما دخلت عند الدكتور وكشفت عنده، بصراحة الدكتور ده أول ما شفته قلت عليه كويس وكده ومحترم. بس لما جه كشف عليا حسيت بحاجة غريبة، إن الدكتور بيبصلي بصات مش كويسة، مش نظرات دكتور لمريضة. لا، لأني حسيت فيه إن هو يعني إن هو مش محترم، بيبصلي يعني حاجات أو بيتحرش بيا بمعنى أصح. طلب مني اداني علاج، وطلب مني ان انا استنظر بره لحد ما الكشوفات تخلص. فانا قلت له ليه؟ ده هي يعني العمليه مش هتاخد لحظات، اللي انت بس هتشيل الحبايه وخلاص وهي ماشي. قال لي لا، ده هتاخد وقت وكده، فاستنظري بره لحد ما الكشوفات تخلص ونقعد براحتنا، او ما استعجلش يعني وناخد وقت، لان العمليه دي شيلت الحبايه دي زي عمليه كده، بتاخد وقت وتاخد تجميل وحاجات من دي. انا بصراحة سمعت كلام، خدت العلاج واستنيت بره بعد الكشوفات. دخلت له، لقيته بصراحة يعني بصيت في وشه كده، لقيت الدكتور ده مش مظبوط. قلت له يلا بس عشان انا مستعجلة اني جاية من ورا جوزي وكده، فعشان ما يزعقليش لو عرف لازم اروح بدري، وسايبة ولادي كمان ومحدش يعرف ان انا هنا. قال لي ماشي خلاص، احنا هنخلص بسرعة وكده، اطلعي نامي على السرير. فطلعت نمت على السرير، واداني خدر لي المنطقة التحتانية كده، نص التحتاني. ما بقتش حاسة بتنميل رجليا خالص، مش شايلاني، مش حاسة بأي حاجة. بس النص الفوقاني صاحي، بس النص التحتاني متخدر خالص، مش قادرة اتحركه. الدكتور اتعامل معايا، انا شايفاه وحاسة بيه، بس النص التحتاني مش قادرة اتحرك، اللي انا اقوم حاسة ان انا شايفاه، بس عيني مفتحة، اللي انا شايفاه ان في حاجة مش مظبوط، حاجة بتحصل مش مظبوطة.
بس مش قادرة أقوم أعمل أي حاجة. اتعامل معايا معاملة كاملة وسابني على السرير، وفعلا عمل لي الحباية دي. بعد ما فقت انهارت وقلت له انت عملت معايا حاجة؟ قام قايل لي لا. انكر في الاول، قلت له لا، انا حاسة انني في حاجة مش مظبوطة، وانا شايفاك. انا عينيا مزغللة وكل حاجة، بس شايفاك وانت بتعمل حاجة مش مظبوطة فيا. انت خدرتني وخدرت نص التحتاني وعملت معايا علاقة. انا هبلغ عنك وهعرف جوزي، وجوزي هيسوي فيك ويعمل فيك. المهم بعد ما هددته قام اعترف ان هو عمل معايا علاقة. بيقول لي انا اول ما شفتك انت غريتيني، وشفت المنطقة عندك مهيئة للعملية دي ومش عارف ايه وانتي اول ما شفتك اتهبلت عليك وحبيتك وكان نفسي فيك. الكلام ده كله قاعد يقولهولي. انا انهارت من العياط وبقيت زعلانة من نفسي، او اللي انا ما سمعتش كلام جوزي، ولا انا مشيت من دماغي. كل الحاجات دي كلها قعدت أنب في نفسي. قلت له لا، انا هبلغ عنك وهعرف جوزي يجي يبهدلك ويقتلك. المهم قال لي انا مصورك وهفضحك على النت بالصور اللي انا كنت بعمل معاك كذا كذا، وانت جايه بنفسك، وانت اللي انا ما غصبتكش حاجه ولا كنت اعرفك. كل الحاجات اللي دي انا مسجلها لك ومصورها لك قدام ولادك وقدام جوزك وقدام قرايبك كلهم، وفي الاخر هتطلقي برضه من جوزك. انا بقيت ماشيه مصدومه وعقلي مشتت ونفسيتي متدمره خالص. مش عارفه اعمل ايه يا جماعه، مش عارفه اعمل ايه. وارجع اقول انا اللي غلطانه، انا اللي جبته لنفسي. بس يعني للدرجات دي الدنيا ما فيهاش امان؟ يعني الواحده لو تعبانه او فيها حاجه ما تروحش للدكتور يعني؟ مش ده الدكتور اللي حالف اليمين ان هو يعامل المرضى زي اخوته؟ انا مصدومه، مش عارفه اعمل ايه. يعني لو الواحده بتموت ما تروحش للدكتور؟ مش عارفه بالظبط ايه اللي في الدنيا دي وايه اللي بيحصل في الدنيا. انا يعني انا لحد دلوقتي نفسيتي متدمره. لا قادره اتعامل مع جوزي، ولا قادره يعني احكي له، لان خايفه لا يطلقني. اولا هو اول ما يسمع الحكايه دي هيطلقني فعلا، لان نصحني وقال لي ما تروحيش، وانا مشيت من دماغي وما سمعتش كلامه ورحت للدكتور ونفذت اللي في دماغي وجات على دماغي وحصلت لي بلاوي وكارثة سودة مش هقدر أعالجها ولا هقدر أنساها طول عمري. أنا جسمي قرفانة منه لحد دلوقتي. جسمي قرفانة منه، مش قادرة أتعامل لا مع ولادي ولا مع جوزي ونفسيتي متدمرة خالص، ولا حتى الأكل والشرب مش قادرة أعمله لولادي ولا لجوزي. جوزي يقول لي في إيه في إيه، مش قادرة أقول له، مش قادرة أحكي له، لأن لو حكيت له عارفة اللي يطلقني وهيبهدلني وهتفضح قدام ولادي مش صغيرين كبار. بصراحة يا جماعة أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا جيت النهاردة أحكي لكم حكايتي وأعرضها عليكم عشان تلاقوا لها حل، أو تنصحوني أعمل إيه أو أتصرف إزاي. قولي أتصرف إزاي وأتعامل إزاي مع جوزي ومع ولادي ومع الدنيا كلها. قولوا رأيكم في الكومنتات في اللي حصل ليا، قولوا رأيكم بكل أمانة وبكل صراحة. ولو عجبتكم القصة النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله.